دلوقتي شغلها الشاغل عماله تتكلم في صفقه نادي الزمالك. طب ايه صفقه نادي الزمالك السوبر؟ ما تطلعوش الاستراب يا شباب، ما تطلعوش العنوان عشان عايز اتكلم بس في الجزئيه دي. بصوا بقى، دلوقتي حاصل ازمه كبيره، حاصل ازمه كبيره في نادي الزمالك. فالطبيعي عشان اخد انتباه الناس بعيد شويه اقول انه في صفقه كبيره جدا جدا تاخد اهتمام الناس. بس هسالكم سؤال وندردش فيه سوا مع بعض. هو اللعيب اللي بيتكلم عليه دلوقتي نادي الزمالك هو خامة بليات عشان حضراتكم تبقوا في الصوره. ماشي؟ ماشي، اللعيب الافريقي هو خامة بليات. بس احنا النهارده في شهر كام؟ شهر 3. احنا النهارده 5 مارس. الموسم الجاي يبتدي امتى ان شاء الله باذن الله؟ في شهر 8. الموسم الجاي يبتدي امتى؟ شهر 8. الدوري هيخلص 21/5، الموسم الجديد يبتدي في شهر 8. فانت بتتكلم من 3 ل 8، عدوا كده كام شهر؟ تقوم الدنيا فيها وتقعد وتتغير بلاد وتيجي بلاد ويروح ناس وتيجي ناس، ومحدش اصلا ضامن الحياه من الموت. فالكلام على لعيب دلوقتي في فتره هي ما فيهاش فتره انتقالات خالص، ولا حتى كمان فيها اي نوع يعني، ولا لعيب رايح ولا لعيب جاي ولا اي حاجه خالص. ما فيهاش اي حاجه خالص من الكلام اللي احنا بندردش فيه واللي احنا بنتكلم فيه. فانا بشوف انه هو الهدف منه انه لفت انتباه الناس بعيدا عن موضوع اللي بيحصل دلوقتي في نادي الزمالك. ده رايي في القصه. مين بقى اللعيب؟ ده حق الناس ان انا اقوله بقى. انا قلت اهو تعقيب، بقى حق الناس اقول ان هو خامة بليات هو نادي الزمالك اللي بيتكلم معاه في الوقت الراهن. نزلوا بقى الاستراب يا شباب، ما عندناش مشكله. خامة بليات هو اللاعب اللي نادي الزمالك بيتكلم عليه في الفتره ديت، وعايزين يبقى موجود دخل دائره الضوء مره ثانيه. وكانوا اتكلموا في نادي الزمالك انه انهوا كل حاجه ليها علاقه بالراجل، وقريبا دي اللي هي في شهر 8 يعني هيبقى موجود.